مراتي اللي كنت بحبها بجنون طلعت بتخوني مع صاحبي عشان فلوس التأمين. الموضوع بدأ من 2 سنين. كنت متجوز من حبيبتي اسمها نسمة. كنت بحبها بجنون، كنت بدلعها، بجيب لها اللي تتمناه. كنا بنخرج سوا، بنضحك سوا، بنخطط للمستقبل سوا. كنت فاكر إنها ملاك. فجأة الدنيا اتغيرت. نسمة بقت تخرج كتير، ترجع متأخرة وتقفل تليفونها. كنت بسألها مالك، تقول ولا حاجة، مع أصحابي. بس عينيها كانت بتكذب. في يوم كانت قاعدة في الأوضة وتليفونها كان ناسيه في الصالة. سمعته بيزن، فتحته لقيت رسالة من صاحبي اللي كان شبه أخويا اسمه خالد. الرسالة: خلصي عليه الأسبوع ده وأنا هاخد الفلوس، التأمين بتاعه هيغطي كل حاجة. هنا قبل ما أقول لكم اللي حصل، صلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. وما تنسوش تعملوا لايك واشترك عشان توصلكم كل قصصنا الجديدة. أنا وقفت مكاني، إيدي ارتعشت، قلبي كان هيتوقف. في اليوم التاني قررت اني مفضحش ولا حاجة عشان ما يفلتوش مني. قلت لنسمة اني هسافر شغل أسبوعين، وطلبت من خالد انه ياخد باله عليها. سافرت فعلا، بس رجعت بعد 3 أيام من غير ما يعرفوا. دخلت البيت بالليل لقيتهم سوا في أوضة النوم. ما عملتش حاجة، سكت. جمعت كل حاجتهم في كراتين وغيرت قفل البيت وحطيت الشنط بره العمارة. في الصبح لما صحيوا لقوا نفسهم بره البيت بالبيجامة. الناس كلها في العمارة اتلمت عليهم. نزلت عليهم قدام الجيران كلهم، قلت دي مراتي الخاين وصاحبي النصاب كانوا عايزين يموتوني عشان فلوس التأمين. وريتهم رسائل التليفون قدام الكل. الكل شاف الحقيقة. الجيران بيتهمسوا مع بعض، اللي يقول دي خانته عشان فلوس التأمين، ويلي يقول ده ما بيستحيش، ازاي يخون صاحبه. نسمة وخالد راحوا يتمنوا الأرض تبلعهم. أنا دخلت البيت وقفلت الباب. النهاردة نسمة قاعدة في بيت أهلها، محدش بيزورها. خالد اتهان قدام أهله وسافر بره من كتر العار، وأنا عايش لوحدي مبسوط، وكل الجيران بقوا يحترموني.